ضجت مواقع التواصل بالسخرية من أحد النواب في مجلس الأمة الكويتي إثر مطالبته بإلغاء أمسية يحييها الشاعر والفقيه جلال الدين الرومي، طبعا المتوفى منذ عام 1273 ميلادي. أكد النائب محمد الجبري أنه تلقى رسالة تفيد بأن جلال الدين الرومي سيحيي أمسية خلال هذا الشهر في الكويت، مشددا على أهمية إيقافها من قبل وزيري الداخلية والإعلام. نتابع. هناك أمسية أو ندوة راح تعقد في 26 من يناير ل 2014، هي أمسية للفيلسوف والشاعر مولانا جلال الدين الرومي، مولانا هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأمسية راح تعقد في فندق جميرة المسيلة في تاريخ 26. تكلمت مع الأخ وزير الإعلام لوقف مثل هذه المهرجانات اللي تعلم الرقص وفيها خزعبلات وفيها أشياء دخيلة على ديننا الإسلامي. فتكلمت مع معالي الأخ وزير الإعلام في هذه النقطة، تكلمت مع معالي وزير الأوقاف في هذه النقطة أيضا، وطالب وزير الداخلية بوقف مثل هذا الأمسيات اللي تخالف ديننا وعقيدتنا وثوابتنا الشرعية. هذه الأمسيات يعني اللي ما نقبلها. منين أخذ هذا التصريح؟ من عطاء التصريح. فنطالب وزارة الداخلية بوقف مثل هذه الأمسيات، وللأسف أنها يعني في الإعلان حاط أنها للنساء فقط. الآن نتحول إلى أخبار الرياضة مع زميلتي. أنا توصلك دعوة للنساء أنا ما فقط. وصلتني دعوة.